ايه ده؟ يا نهار اسود. ايه؟ مش ده بطرمان الصلصه اللي كان ب 30 جنيه من اسبوع بقى ب 52 ونص؟ شفت؟ وايه ده كمان؟ علبه السمنه اللي كانت ب 60 جنيه بقت ب 125. خلاص بقى يا محمود، ما كل حاجه بتغلى. لا 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 لا، كده الاسعار زادت قوي قوي. يا محمود يا محمود، اللي بيمشي على الناس بيمشي علينا. لا لا، بس احنا لسه في اول الشهر والمرتب كل اللي فاضل فيه. وكل أزمة ليها طريقة علمية لإدارتها. إزاي نعيش الفترة اللي جاية في ظل ارتفاع الأسعار، أو إزاي نعيش الفترة اللي جاية عموما. لو الأسعار رخيصة قوي 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 الحمد لله. إنك تاكل أنت وعيالك فرخة كاملة ده يتنسي بقى. هي ربع فرخة بتتحط في وسط الترابيزة عشان تعمل شكل جمالي مش أكتر. وأطباق شوربة كتير جدا بقى منطورة في الترابيزة كتير. كل ما تحس ان في كلب هيتمد ايده على الفرخه تديله شوربه. اديله شوربه. اديني الشوربه الاول بقى يا روحي عشان اظبطها واروح داخل على الملوخيه. عمرك سمعتي عن حد مات بسبب اكل حمضان؟ يبقى موضوع ان الاكل الحمضان يترمي ده يتنسي تماما تماما. طبق البطاطس مع طبق المسقعه، طبق كوسه، بسله، بعدهم فوار توتي فروت هيبقى زي الحصان. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. بالنسبه للغاز فده مفيش خوف من فاتورته، عشان الغاز ده بيشغل البوتاجاز والبوتاجاز عشان الطبخ، وبما اننا مش هناكل فمش هنطبخ فتمام، ده مفيش قلق. النهارده نشتري ايه؟ الحاجات الاساسيه بس. سمعتي؟ عدي على كل دار افراح في مصر واعمل لنفسك جدول. يعني السبت هتغدى في فرح ايمان ورامي، الحد في خطوبه اسماعيل ومنى، ومش مهم على فكره تبقى عارف دول مين، ولا اهم حاجه ما تاكلش والراجل بتاع تصوير الفيديو معدي. معلش، هين نفسك ولا تهين قرشك. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. لكل ننسى بقى حوار ان انا هعمل النهارده كيلو رز والكميات دي من هنا ورايح. تدي كل واحد 4 رزات يحطوهم كده فوق الضرس عند الخد ويمصمصوا فيهم. خليني شويه. البؤساء